السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح خاوتي. صحة صيامكم، صحة رمضانكم. قدام لا نبداو خاوتي كالعادة، صلوا على اشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. اليوم رايحين نحكوا على على رضوان فروخي، هذا اللي راه قال باللي الامارات منعت الجزائر من اجلاء الجاليه الجزائريه اللي راها ثم، لكن هو ماهوش عارف واحد الصوالح. نسمعوه واش راه قال ونعاودوا نعقبوا عليه بشويه، لخاطر راني جبت لكم ثاني المغرب واش دارت للجاليه الجزائريه تاعها في الامارات في ظل هذه الظروف والحروب اللي راهي قايمه الان. نسمعوه ونعاودوا نهضروا خاوتي. الامارات تمنع مغادره الاخوان ديالنا الجزائريين من اراضيها. هذه خبرات ديال بوم الصباح هذا في الجزائر. الجيري باتريوتيك، الخبر، الجزائر اليوم، كلشي كيهضر. ما عنده حتى صالحه هو في ذا الدنيا، قاعد يسناق في الاخبار تاع الجزائريين، حافظ الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعيه تاع الجزائريين اكثر من اللي حاط مع حياته. كان تقول له يا ودي شحال عندك تريكو وشحال اللون عندك تريكو، والله راك تزور في والديك، والله راك تدور على الاقارب تاعك، بالك ما يعرفش العائله تاعو منين مكونه من افراد، ما يعرفهاش. ويعرف الجزائر واش راها تحط في اخبار يوميا. نكملوا معاه ودوك نشوف. كلشي كيهضر على هذا الخبر هذا كما غنوريكم دابا. انا قال لك سيدي بانه الامارات العربيه المتحده ما بغاتش طياره ديال الجيري، ما سمحت ليهاش باش تعمر وتجمع الاخوان ديالنا اللي في الامارات. ايوا انا اللي كنقرا هو انه راه الامارات والخليج اللي لغى مجموعه ديال الرحلات، هذه اولا. ايه الخليج لغى مجموعه الرحلات، يعني ما كاين هنا ها هو اعترف، ها هو اعترف. اسمع زين، هاو قال لك يا ودي راه الخليج كامل حبس مجموعه من الرحلات. ايه هذه الحاجه الاولى. هنا راك درت على نفسك، راك عطيت سؤال وجاوبت عليه. انت شي طياره كتدور فوق الخليج باستثناء كيف ما قالوا هما في الجزائر، باستثناء اير الجيري. لان ملي كتقرا الخبر اش قال لك هما سيدي راه وصلوا للمطار وما خلوهمش يعمروا، ما خلوش الناس يطلعوا. شكون عطاهم لوتوريزاسيون باش يطيروا فوق الامارات؟ شكون عطى الاخوان ديالنا الجزائريين في اير الجيري لوتوريزاسيون، الرخصه باش يدخلوا للاجواء الاماراتيه؟ شوف، الرخصه تاع الجزائر ما تمدها لها حتى دوله. هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه، الجزائر دارت مبادره، مش دارت مبادره، دارت حاجه لازم جميع الدول العربيه اللي عندهم جاليه في الامارات يجيبوهم كيما نتوما دوك نشوفوكم وراكم لايحين الجاليه تاعكم الفلاحه تاعكم. حنا كاع مثلا عندنا شويه مؤثرين وعندنا شويه وحتى نشكوا في الوطنيه تاعهم وما عندنا ما نديروا بهم، قاع يقعدوا ثم ما كيف زايد ناقص. راك تسمع فيا. لكن الجزائر هكذاك وما سمحتش في وليداتها، ودارت مبادره ورايحه تجيبهم، بعثتهم طائرات خاصه باه يروحوا ينقلوا هذوك الجزائريين المقيمين في الامارات بدون 0 دينار جزائري، ما يخلص والو. ارجع لبلادك سالم غانم، حاجه ما تخصك. نتوما واش درتو؟ احكي لي نتوما واش درتو؟ على ما كاينش بق ما كاينش زاديات. بوحدهم هما دخلوا حيت هما فواكر، هما اللي ما كانش بق راه يحكي على الحرب. ما كانش بق كاين والله ما كانش. الاير الجيري تقعد في السماء تحبس البق تساعدك كيما هكا تحبس لي زوم شواكر دخلوا الاجواء الاماراتيه وحبسوه في المطار. ولكن الاخوان ديالنا هذا شرف كبير للجزائر انها تدخل اجواء فيها حرب وتهبط في دوله في مطار تاع دوله ممكن انه جميع طائرات العالم وحابسه الا اير الجيري اللي دخلت وقارات في هذاك المطار، حبست في هذاك المطار لاجلاء الجاليه. هذه راه دوله ما دارتها. هذا راه شرف كبير للدوله العظيمه الجزائريه، شرف كبير. نتحدى اي دوله واحده اخرى دارتها. اعطيني اي دوله راحت حبات تجيب الجاليه تاعها من الامارات. ما كانش حتى امريكا. ترامب اللي قال لهم الرعايه تاوعي اللي راهم في دول الخارج يخرجوا وما خرجوش، وما بعث لهمش، قال لهم اخرجوا. ما دارش حتى مبادره وبعثهم طائرات. شفت الحجم بين الجزائر كي تحب تدير حاجه والحجم بين امريكا كي تهضرها. هنايا راه فرق كبير
فرق كبير انه دولة تبعث طائرات لاجلاء الجالية تاعها، وفرق كبير بين دولة كبيرة وعظمى تقول لهم ارواحوا. فرقوا هذيك المناطق اللي راها في ظل الحروب. شتي فاش صاحبي؟ بصح اللي ماكش عارفها نتايا كمل، ودوك نوريك الجالية تاعكم الفلاحة الله يبارك تاعكم، اللي حيث ما عندكمش نتوما اصلا رجال في الامارات، عندكم نساء فقط اللي راهم يخدموا في الفلاحة. دوك نوريهم لك وراهم واش راهم يديروا، واش راهم يحوسوا من ميميستات تاعكم، واش راهم يحوسوا المتطلبات تاعهم وشني هي. منعوا من مغادرة الإمارات لأن بغاو يرجعوا يشوفوا خنشلة. طلعت لهم دبي في الراس، طلعت لهم أبو ظبي في الراس، الإخوان بغاو يشوفوا برج بوعريريج، طلعت لهم الفجيرة في الراس. الإخوان بغاو يجيو يشوفوا قسنطينة ووهران وسيتي بيري، بغاو يشوفوا البليدة وبغاو يشوفوا هذه المناطق كانت تقارنها بدولة الكاميرات. هذه المناطق أشرف بكثير من ذيك الدولة كاملة بحكومتها بشعبها بكامل وش فيها. هذه المناطق اللي راك ذكرتهم في ماتوا على جالهم شهداء، فيهم نساء فحلات، فيهم رجالة كي تقول رجال الجزائر ما يتعاودوش. هذه الولايات اللي راك ذكرتهم، الولايات الثورية خاصة. تراك مريض يا بليغو. مايكل أنجلو شوف، لازم تدير درس قدام لا تخرج تهدر كيما هاك، روح شوف شرح صار يقبل في بلادك. تراك حكيت دوكا وشرح على واش الإمارات أول حاجة مش منعت قلت لهم يا ودي ما تطلعوش في الأجواء في ظل هذا الحرب اللي راهي قايمة فقط. ما تقدرش تمنع، ما عندهاش طوريزاسيون باه تمنع، تقدرش. ها هو هذا الخبر، الإمارات تعرقل عملية إجلاء الجزائريين من دبي. علاه تعرقل؟ قالت لهم يا ودي راه الأجواء هذه الأيامات ماهيش بخير، ممكن أنها تصرى غلطة في الطائرات تاعكم والله كاش حاجة، على بها ما خلتش الخطوط الجوية الجزائرية تعاود تولي. قالوا لهم اقعدوا كي تخفت شوية هذا الأزمة اللي راها صارية، روحوا ادوا الجالية تاعكم وروحوا ربي يسهل عليكم. هذا ما كان بصح كونديسيون اللي ماكش عارفها انت يا فروخي. أرواح خويا نوريك الجالية المغربية تاعكم الفلاحة. ها هم وين الفلاحة تاعكم؟ اسمع الفلاحة واش راهم يقولوا. بسم الله. وعباد الله أقرأ العنوان: مغربيات يجتمعن أمام سفارة بلادهن للمطالبة بإخراجهم من دبي إلى بلادهم. كش ما نزيفطو كش ما نزيف دريهمات بحال الشوابين والشايبات غدا ليه في البلاد. بغينا نحل كنشطو محمد السادس وقناة عليتي من الطيارات، حنا المواطن المغربيين كنعتبروا ضحية. شوف هذوما راحوا يناشدوا في ميمي 6 باه يبعث لهم طيارة. حنا بدون أي مناشدة ما كاش اللي خرج وقال يا رئيس الجمهورية الجزائرية ابعث لنا باه نجوا للبلاد. وبعث دار مبادرة وبعثت الدولة الجزائرية الطائرة باه تجيب الجالية المقيمة في الإمارات. لكن انتم شوفوا فلاحة تاعكم وراهم. ها الفلاحة هذه فلاحة برتبة كابيتان. أي سفارة قالت لك كامل جاو يدوا فيهم إلا السفارة المغربية. وراه سيدهم وراه الفلاحة راهم ديرونجاو يا سيدهم. الفلاحة يا ربي مساكن. ربي الفلاحة
شفت يا بليقو، شفت الجاليه تاعكم، شفت الفلاحين المغربيات، شفت الرتب الله يبارك. فلاحه برتبه كابيتان، فلاحه برتبه جندي بسيط. هذا مجرد باه قدام لا تحكي على اي بلد اعرف قيمه بلادك. انت كي تكون بلادك عارفها باللي كي نروح نهضر انا في بلدان الناس بلادي دايره قزينه نروح نهضر، بصح كونديسيون تا بلادك خاربتها. كيف تجي تحكي على عظامه الفلاحات المغربيات باه يوصل الميمي 6 ويدي عليه يدي الفلاحات تاعو اللي راهم في الامارات. هاد الفلاحه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، هاد الفلاحه يديها استثمرها في بلادك، استثمر هذه الفلاحه في بلادك. راهم الله يبارك معروفين بهذيك السياحه، زيد دي ذو الفلاحات الله يبارك ما شاء الله. عندكم قدرات فلاحيه جد رائعه، متمكنين. المهم خاوتي جينا بقى نردوا على هذا مايكل أنجلو في هذا الفيديو، ونوروه بعض من الجالية المغربية اللي راها تطالب وتناشد ميمي 6 تاع المغرب باه يجي يدلهم حل. لكن الدولة الجزائرية دارت الحل بدون أي مطالبة واحد ساكن في الإمارات. تربى كيما هاك باه تتربى وتعرف على من راك تهدر. هذا مجرد فيديو للتربية والتعليم والسلخ. احنا نسلخوا، احنا الجزائريين احنا نسلخوا، فهمت خاوتي؟ ما تنساوش ابوني، ديرونا بارطاج للفيديو. صحة صيامكم، صحة فطوركم، والسلام.